ومين قال ما فينا ناكل برجر بالدايت؟ بلا فينا ناكل برجر بالدايت. اول شيء هيدي الطاقيه لهون هي لإلي. ثاني شيء فينا ناكل برجر بالدايت. لو ما فينا ناكل برجر بالدايت ما شفتوني هالقد ضعفان. خبزه هاي خبزه سمراء بالحبوب، اذا بدكم فيكم تفرغوها شوي، ما هيك؟ اكيد لنخفف سعرات حراريه دائما بنفرغ الخبزه اللي نحن عم نستعملها. واهم شيء ما تنسوا الحبوب تاعونا. اكيد لانه بتفيد مليانه فوائد اللي هي مليانه بالالياف اللي بتساعد على الجهاز الهضمي يكون احسن. واكيد هيدي لحمتنا مش لحمه مسقسقه فيها دهون، يعني نحن بالعاده بنحط 80% لحمه هبره و20% دهنه، هيدي 100% لحمه هبره وشويناها على الفحم، وهلا رح نبلش نطبقها. باين شايف عندنا مايونيز هون. اكيد فينا نستعمل مايو، بس اكيد دائما بنفضل انه نستعمل قليل الدسم. وهلا رح نحط الملفوف، ما هيك؟ اكيد. شو فينا نحط كمان غير الملفوف؟ فينا نحط بندوره، فينا نحط ركه، هول كلهم بنكون عم نستفيد من الالياف الموجوده بقلب الخضره. الخردل قليل كثير بالسعرات الحراريه، مشان هيك فينا نستعمله. يعني فينا نكتر؟ دائما كل شيء باعتدال باعتدال. وحطوا لكم كمان شقفه بندوره معه. وهلا بنجيب اللحمه. تسمحي لنا بعد رشه خردل؟ اكيد فينا شويه خردل وبتطلع اطيب برجر. وهيدي رشه خردل. وهلا شو بنعمل؟ وهلا لازم ندوق، وهيك بنكون عملنا برجر صحيه وسريعه. وانا هيك كمان خلص دوري. وألف صحة.